جرثومة المعدة اللي هي منتشرة جدا في كبار السن. حوالي أكتر من 50% من كبار السن يعانوا من مرض والتهاب المعدة نتيجة جرثومة المعدة، وبالتالي تؤثر على امتصاص الحديد، وبالإضافة للأمراض اللي هتأديها الجرثومة نفسها كقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر. جرثومة المعدة طبعا ده يعتبر مرض العصر بعد قضائنا على فيروس سي كاطباء جهاز هضمي في مصر. الحمد لله دلوقتي فيروس سي يعتبر تاريخ. الحملة الرئاسية مبادرة 100 مليون صحة، والمبادرة اللي عملناها وتم الكشف على 5 مليون مصري وعلاجهم. وبالتالي دلوقتي احنا في عياداتنا كنا نشوف في اليوم عدد كبير من مرضى الفيروس سي، دلوقتي ما بنشوفش مرضى فيروس سي الا نادرا، اللي هم كانوا مسافرين بره اثناء الحمله ورجعوا. اقول له انت كنت حاجه هايله. لدرجه وانا بكشف انا بساله سؤال واحد بس، انت اشتركت في الحمله؟ يقول لي خلاص يبقى كده خلصنا الموضوع. لان اللي كان عنده فيروس سي كنا بنعالجه ونديله العلاج بتاعه ونتابعه بعد كده. اما اللي كان بيسافر بره مثلا ده ما كانش طبعا لسه راجع. اما انا اقول له انت ابدا معاه الاجراءات، وبالتالي ده تاريخ دلوقتي. الهم بتاعنا دلوقتي كاطباء جهاز هضمي جرثومه المعده لانتشارها الجديد في المجتمعات المزدحمه. هي مرض في المجتمعات المزدحمه، لان طبعا بيبقى تقارب بين يعني الناس. هي فيها معديه ده؟ معديه يا خبر. معديه عن طريق يعني الازدحام والتلاحم. وبالتالي اصلا ثقافه الكمامات والكلام ده لمكافحه كورونا اسهمت كتير في الحد من جرثومه المعده. لان هي ثقافه المفروض تكون موجوده في حاله التزاحم. الواحد يلبس كمامه بحيث يتجنب. يعني هي ممكن تبقى عن طريق التنفس او ممكن كده؟ في اورال، او ممكن تبقى عن طريق، بس هي اكتر تبقى عن طريق الاغذيه او الاكل بره المنزل. لان طبعا العامل في المطعم مش هيغسل ايديه كويس وهو بيحضر اللي هي زي هيباتايتس كان زمان. أيوة اللي هو كده. كبد وبائي يقول لك وعشان كده جرثومه نظيفة. المعده منتشره في مصر. ولكن انا عايز اقول كلمه برضو بين التهوين والتهويل. احنا طبعا الموضوع برضو مش يتهول جامد، لان الموضوع تحت السيطره برضو. وفي نفس الوقت ما هونش منه، اعالجه مظبوط واتحكم فيه. ليها طبعا تحاليل بسيطه جدا، لو جرثومه المعده في البراز. تحليل بسيط جدا ومش غالي. ده من خلاله بعرف ان في جرثومه. لكن اي حد يحلل جرثومه المعده لا، المفروض اللي يحلل جرثومه المعده هو اللي الدكتور يطلب منه تحليل جرثومه المعده. طب تبقى اعراضها ايه بقى؟ اعراض جرثومه المعده طبعا زي ما احنا قلنا بتعمل التهاب في جدار المعده. والمعده هي طبعا العضو الاساسي في عمليه الهضم. وبالتالي اعراض الجهاز الهضمي العلوي زي التجشؤ والترجيع والام اعلى البطن وانخفاض في الوزن، لدرجه انها ممكن توصل الجرثومه لو ما اتعالجتش كويس الى قرحه في المعده تؤدي الى براز مدمم، او قرحه في الاثنى عشر تؤدي الى عدم امتصاص للاكل. اذا جرثومه المعده مرتبطه بعدد من الامراض، وفي نسبه ضئيله جدا قد تتحور جرثومه المعده الى اورام في المعده. اذا الموضوع برضو مش عايزين نهونه، يعني مش نهون منه، لا الموضوع لازم ناخده بجديه ونعالجه كويس وتبقى تحت اشراف طبي. وانا بطمن الناس كلها دلوقتي ان هم كانوا بيعانوا زمان من عدم استجابه للعلاج لجرثومه المعده والثقافه المنتشره ان جرثومه المعده ملهاش علاج. لا الحمد لله في مصر دلوقتي عاد في علاج فعال لجرثومه المعده بكل مكوناته. مضادات، طبعا هتكلم عن الاسماء العلميه، مضادات للحامض نزلت حديثه. ماده حديثه برضو زي البيزماس بدات توفيرها في مصر من حوالي شهرين. يا ده قريب جدا. قريب جدا. كان الحاجات دي موجوده في الدول العربيه بسعر عالي جدا، لكن دلوقتي الحمد لله بروتوكول علاج جرثومه المعده بالكامل موجود في مصر وباسعار متميزه. والحمد لله احنا دلوقتي من ساعه ما نزل من شهرين بنديه للمرضى، والاستجابه اكتر من 95%. حتى لو كانت سببت الالتهابات على الجدار والمشاكل دي كلها. بنعالج الاول الالتهابات بالتنظير، سواء كانت عامله لا قدر الله قرحه، عامله نزيف ولا حاجه، بروح وانا موقف هذا النزيف عن طريق المنظار. ثم اعالج الالتهاب بالعلاج اللي انا ظبطت بيه الالتهاب جدار المعده. ثم اعالج السبب بقى اللي هو جرثومه المعده، لان لو ما عالجتش السبب هيرتد هذا المرض مره اخرى. وبالتالي انا لازم اعالج السبب كويس اللي هو جرثومه المعده. والوقت انا بطمن الساده طبعا المشاهدين في كل انحاء مصر ان دلوقتي عاد عندنا في مصر
علاج فعال لجرثومه وده المعده. يا جماعه كمان حاجه قريبه، يعني من شهرين دكتور بيقول، وده ده خبر كويس جدا. الحمد لله توفر العلاج وباسعار جميله جدا، يعني اسعار مش غاليه، المتناول. وبالتالي بروتوكول علاج جرثومه المعده الحديث موجود بالكامل الان في مصر، واطباء الجهاز الهضمي في مصر طبعا الحمد لله خبره كبيره جدا. وبالتالي انا بنصح الساده المشاهدين ان هو يكشف عن دكتور متخصص جهاز هضمي، والدكتور المتخصص هيصرف له العلاج اللازم اللي هو الحمد لله عاد موجود دلوقتي، وعاد استجابه الجرثومه للعلاج نسبه كبيره جدا تتعدى ال 95%. طيب.